السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناة عالم نادين. لو أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. النهاردة أنا جاية لكم في فيديو جديد، هننضف مع بعض الروبيان. ده روبيان مش جمبري. ايه الفرق بين الروبيان والجمبري؟ الروبيان يا جماعة بيبقى طويل، يعني شايفينها طويلة ازاي شكلها، ليها بوز كده مسحوب، بعكس الجمبري بتبقى قصيرة عن كده، وبتبقى ايه البوز بتاعها بيبقى مبطط شوية، ما بتبقاش الراس بتاعتها كبيرة. كمان الروبيان بيعيش في الايه في البحر بس في المية المالحة، لكن الجمبري ممكن يعيش في المية المالحة وفي المية العذبة. آه، دلوقتي احنا هننظف مع بعض الروبيان بطريقه سهله وبسيطه للناس اللي ما بتعرفش تنظف. انا هنا جيت على الرخامه بتاعتي، فردت اللي هو يعني زي مفرش كده، او اللي هي بيقولوا عليها مفارش سفره، علشان انضف عليها، وفي نفس الوقت بعد ما اخلص اروح ماسكه المفرش ده لما على بعضيه وايه على باسكت الزباله على طول. هنعمل ايه في تنظيف الروبيان؟ اول حاجه بمسك الروبيان كده زي ما انتم شايفين، بروح شايله الراس دي كده اهو اهو، وبعدين بشيل الديل بتاعه كده اهو كده، بطلعها كده بالراحه، وابتدي اقشر بقى القشر ده هيطلع معايا بكل سهوله اهو زي ما انتم شايفين. يعني حاجه سهله وايه مش هتتعبك خالص. اهم حاجه بقى ايه؟ لما نيجي نطلع الكيس الرمل اللي ايه موجود في ظهر ايه الروبيان، انا بص اهو، ببص كده اهو كيس الرمل باين لونه ايه اسمر اهو، بروح نازله كده، بجيب خله وبروح نازله كده وبسحبه. شايفين؟ طلع معايا اهو، بسحبه كده بالراحه، بيطلع معايا بكل سهوله اهو، طلعته كله. اهم حاجه لازم يطلع كله معاك. في ناس بقى بتروح جايبه سكينه وتروح شقه الظهر ده كله كده علشان تطلع كيس الرمل، طبعا الطريقه دي بتاخد معاكي وقت ومجهود وبتبقى ايه متعبه. انا ممكن اعملها لك بس دي اسهل اهو. هعمل معاكم واحده كمان اهو، بشيل كده وباجي من هنا وبروح شايله وببتدي اقشر. الفيديو كله هيبقى عن ايه؟ تقشير الروبيان او الجمبري. الروبيان والجمبري على فكرة يا جماعة من نفس الفصيلة، يعني فصيلتهم واحدة، يعني في العلم بتاعهم كده، هم الناس العلماء من نفس الفصيلة اهو. كده بروح جايبة الكيس الرملي اهو اهو، طلع معايا لازم اسحبه كويس. على فكرة الروبيان ده روبيان مزارع. ليه بقى عرفتوا ان هو مزارع؟ الروبيان او الجمبري اللي بيبقى جاي من البحر بيبقى افتح من كده، بيبقى لونه افتح من كده، بيبقى ابيض. لكن والكيس الرمل بتاعه بيبقى برضو ابيض، مش بيبقى ايه لونه غامق كده، لانه طبعا بيتغذى على الحاجات اللي في البحر. لكن بتاع المزارع بيتغذى على الايه، بيتغذى على الطحالب اهو يا جماعه. كمان بكل سهوله. طبعا اللي حابه تلبس جلافز تلبس، انا ما عنديش جلافزات وبحب اشتغل بايدي، يعني الصعايده كده كده ما بيلبسوش الجلافز يا جماعه، بنحب نشتغل بايدينا في ايه في بيتنا كده علشان تبقى الواحده براحتها كده اهو بصي اهو الخط الايه الاسود اهو اهو، بكل سهوله بطلعه اهو. بنقشر كده، طبعا طريقه سهله، وهعمل لكم الطريقه التانية اللي هي بتاعت ايه بتاعت السكينه، علشان اللي مش هتعرف تشتغل بالخله يعني هتبقى مستصعباها. ساعات الخط مش بيبقى باين، يعني ده الخط الابيض، الخط بتاع الرمل ده نضيف، ممكن ما يبقاش لونه اسود يعني مش بيبقى باين. هعمل لكم الطريقه التانية دلوقتي، او الطريقه التانية دلوقتي بالصعيدي على طريقه مبروكه.
خلينا نتكلم صعيدي احسن. الصعيدي يكسب يا جماعة. اهو، اروح جاية في ظهرها كده واروح شاقة كده اهو بالراحة كده اهو، واروح شايلة الايه اللي بتاع الرمل ده، شريط الرمل او خط الرمل اللي بيبقى في ظهره اهو. دي طريقة ودي طريقة. في ناس كتير هتستصعب اللي هي بتاعة الخلة، فدي بالنسبة لهم هتبقى اسهل يعني. انا هخلي كل فيديوهاتي بالصعيد يا جماعة، مش هلغي تاني يعني، مش هتكلم اللهجة بتاعة المصاروة يعني. خلينا ايه، البساط احمدي، مادام الناس حابة الصعيدي. خلي الفيديو كله النهاردة صعيدي. يلا، دي ما خط الرمل مش عارفة مايله كده والظاهر كويس، فهضطر ان انا افتح له اهو. بصوا، ابيض شفاف فما كانش ظاهر، فاضطريت ان انا افتح. لكن اللي بتبقى غامقه معاكي يعني اسحبيها بالخله. دي طريقه سهله ودي طريقه سهله. الناس اللي هتقولي انت ما بتجرفيش، لا انا ما بجرفش من نعمه ربنا. واحنا اتعودنا ان احنا نعمل الاكل بتاعنا بايدينا. امي وامك وستي وستك ما كانوش بيلبسوا ايه، الجلافز او الجوانتي، يعني بالصعيد عندنا بيقولوا عليه جوانتي، ما كانوش بيلبسوه اهو. هنا ظاهر عندي، اسحب بالراحه. وعلى فكره أنا لسه منضفه سمك برضو، ونضفته بايدي من غير لا من غير جلافز او من غير جوانتي. الطبيعه احسن يا جماعه. يا رب اكون افدت الناس اللي عايزه تستفاد. لكن الناس البيرفكت احنا نستفاد منها برضو اهو. ده غامق عندي وظهر لي. الفيديو كله تنظيف واحده واحده، عشان الناس اللي هتمشي الفيديو والناس اللي هتسحب الفيديو. اعمل لكم واحده كمان بالايه، بالسكينه سهله اهو. بتشق الظهر كده وبتطلعي خط الرمل. خط الرمل ده هنا شفاف اهو، مش باين خالص، فعشان سهل تنظيفه. جوزي لما جابه يقول لي هتعرفي تنظفيه؟ قلت له ايوه طبعا هعرف انظفه، يعني ايه المشكله. اهو طلع معايا. خلاص يا جماعه، علشان ما اطولش عليكم والناس تمل يعني. اهو اتاكد اهو، هو طلع كله عندي. انا بحب اوريكم كل حاجه علشان ايه، يكون قلبكم مطمئن كده. مبروكه بتحب تطلع بكل مبروكه وناديني يعني. بيحبوا يطلعوا على طبيعتهم. طبعا بياخد وقت في التنظيف. انا بنضف دلوقتي بعد السحور يا جماعه، يعني علشان ايه، اتبل حاجتي. اصحى الصبح كده، او اذا كنت هتاخر هصحى بعد الظهر، تكون ما ورايش اي حاجه غير ان انا اقرا شويه قران، عندي شويه غسيل، عندي اي حاجه اروح ايه عاملاهم، واجي على الاكل اروح مطلع على طول وايه وعاملاه. خليكوا ستات بيوت شاطرين. صليت الفجر وقلت ايه اقعد اعملهم كده. هنا الخط مش باين عندي، فاضطر ان انا افتح له كده من ورا فتحايه بالراحه عشان اطلع خط الرمل. شايفين الخط هنا شفاف خالص ما كانش ظاهر، فلازم اطلعه اهو. اللي بتجرف واللي بتقول يع والحاجات دي يعني ما تتفرجيش على الفيديو، ماشي. اللي بتقول يع وياي ومعرفش ايه، ما تتفرجيش على الفيديو يا كتكوته.
عملنا تركتين لتنظيف الروبيان بالخله، وان انت تفتحي له من ظهره ومن ورا. هو بيتقشر معاكي بكل سهوله اهو، شايفه بيتقشر معاكي بكل سهوله اهو بالخله اهو. الخط بيظهر بجيله من تحت. فيديو تنظيف النهارده، فيديو ايه، نظافه الروبيان. والجمبري برضو نفس الطريقه بتاعت الروبيان، لان هم نفس الفصيله، يعني عيله واحده زي ما بيقولوا كده، ولاد عم. الروبيان ابن عم الجمبري. ادي اهو الخط طلع. بس الواحد ظهره اتقطم يعني، اقسم بالله تعبت النهارده. غسيل مواعين، على غسل بعد الفطار، على تنظيف سمك، يا لهوي. الواحد خلاص جاب اخره. هنا خلاص انا يعني بقالي 2 أو 3 وخلصت كل الروبيان اللي كان معايا. ما خدش معايا ايه وقت كبير يعني. مش لاقيه الخل اعمل بسن السكينه، كله بيمشي سهل يعني. ايدك لما هتاخد عليه مره والتانيه ايه هيبقى بالنسبه لك سهل، هيبقى هتعمليه هوا اهو. بصوا كمان اللي ما عندهاش خله بظهر السكينه، بسن السكينه قصدي. يلا يا جماعه، معلومات ببلاش ولا يهمكم. شايفين سهل. بص اهو، ولا اللي ما عندهاش خله يعني احنا بنجيب لك يعني ابسط الحاجات. بصي بسن السكينه وتروحي اهو تحدد البتاع فين وتروحي مطلعوه اهو. بصوا طلع اخر روبيانه. شايفين الجثث قد ايه على المفرش. كل ده لا انا هكون وسخت البتاع بتاعتي ولا اي حاجه. هنا الخيط مش باين للدرجه، فانا هفتح له عشان ايه شفاف هو خالص اهو. كده انا خلصت كل ايه اهو، كل الروبيان ده انا عملته دلوقتي معاكم. يلا بينا دلوقتي على الحوض ايه نغسل الروبيان بتاعنا. لما نروح على الحوض طبعا هنلم ايه المفرش اهو كده اهو زي ما انتم شايفين، وعلى الكيس وعلى الباسكت على طول. شايفين الرخامه بتاعتي لا اتوسخت ولا حاجه اتبهدلت معايا. يلا بينا نروح على الحوض. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا جينا اهو عند الحوض. هنفتح الحنفيه كده وهمسك روبيانه وهغسلها تحت الميه كده اهو، وهحطها في مصفى. هعمل كل الروبيان بالشكل ده كده. دي اول غسله، احنا هنغسله مره تاني بس ايه مش هنحط فيه خل ولا اي حاجه يا جماعه، لان الخل بيثبت الزفاره. غير كده الخل هيخلي الروبيان يتهري معايا، هتخليه يتهري، لان هو اصلا مش مستحمل يعني الجلد بتاعه او هو نفسه مش مستحمل. اهو انا بغسله تحت ميه جاريه زي ما انتم شايفين كده. وبحط في المصفى يتصفى علشان هنغسله مره تاني اهو. انا كده غسلته وحطيته في المصفى زي ما انتم شايفين نضف خالص. هغسله تاني بايه بشويه دقيق كده ماشي. الدقيق بيشيل برضو اي زفاره. ادعك كده اهو. الواحد بيتلخبط يا جماعه في الكلام يعني، ما بين ان هو يقول يتكلم اللهجه المصريه والمصرويه يعني بتوع القاهره ولهجه الصعايده. يعني لما اتعودت اتكلم معاكم وانا بلغي وكده. دلوقتي هنزل عليه بالميه. ما تحطوش خل، يعني الخل بيثبت الزفاره.
يعني خدوها مني نصيحه. وانا مجربه، جربت قبل كده الخل وانا ايه كنت بحطه، فكان بيثبت الزفاره بتاعه الاسماك يعني. همسك واحده واحده بقى وهغسلها برضو كده وهاخدها في الطبق ده. خلاص انا غسلت كل الروبيان زي ما انتم شايفينه، ما شاء الله حاجه جميله. دلوقتي هاخده كده واحطه في المصفى. اهو ده الروبيان اهو، حطيناه خلاص في المصفى، هنسيبه ينزل الميه بتاعته وبعدين نعمل له التتبيله. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وتكون طريقه تنظيف الروبيان او الجمبري هما الاتنين طريقه واحده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنزله. مع السلامه، وانتظروني في وصفات جديده وحاجات حلوه كتير من قناه عالم نادين. باي باي.